أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ناصر يا ناصر، ايش اللي حصل؟ من فعل بكى كذا؟ ناصر ناصر، ايش عملت يا مجنون؟ ايش عملت؟ قتلت اخي ناصر. ناصر قتلت اخي يا مجنون. ها؟ ايش عملت؟ انا قتلته؟ ايوه قتلت الجنب بيدك. ناصر ايش بك؟ اتصلوا بالشرطة يا زلمة بالله. لا انا عاد ما وصلتش من قتلت اخي. الله يخلعك كل 10,000. اقسم بالله والله ما قتلته والله يا جد. وجت الشرطة واخذتني للسجن. انا مانيش عارف بحاجة. وقتها كانوا بيحاولوا ياخذوا اعترافات من نصر بس ما قدروش لانه كان في غيبوبة. وهنا جبر الخبيث لعب لعبته. ادى شهود يشهدوا علي انني اللي طعنته، وحكم علي ب10 سنوات في السجن مشروع بالقتل. تخيل يا اسكندر، 10 سنوات من عمري احتبستها ظلم، وانا محبوس بين 4 جدران، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. وانا كل يوم كنت عايش على امل ان الحقيقة بتظهر، لكن للأسف الحقيقة كانت ميتة، مثل ما كنت أموت كل يوم 1000 مرة. طيب أنت ما قدرتش ترسل أي حد؟ يمكن كان يخرج من النص بأي حاجة. للأسف ما قدرت. تقدر تقول ما لحقتش، لأن للأسف نصر مات. مدري من دخلها للمستشفى، سحب عليها الأكسجين. وهنا جبر حاول يلصق التهمة بي، قال لهم انني رسلت واحد من داخل السجن عشان يصير يقتله، بس للأسف ما قدرش يثبت ولا كان معه أي دليل. وسجلت القضية ضد مجهول. أكيد اللي طعنه هو نفسه اللي قتله داخل المستشفى. أيوة أكيد، هذا جبر ما بش غيره، هو وراء كل البلاوي اللي أنا عشتها. طب معقول يعني إنه جبر قتل أخوه؟ معقول ونص. أنت داري إيش أكثر حاجة وجعتني بعد ما خرجت من السجن؟ إيش؟ بعد ما خرجت من السجن جت لي رسالة إن بشرى بنتي عايشة ما ماتتش. كيف ما ماتتش؟ جبر ونصر كذبوا علي ووهموني إنها ماتت لما كانت مع أمها في المستشفى أثناء النزيف. قهروني وضيعوا مني بنتي وولد. ومن اللي أرسل لك الرسالة؟ مرة اسمها أم مكرم. حاولت إنني أوصل لها، رحت لها بيتها، بس للأسف قالوا أهل البيت الجدد هؤلاء اللي كانوا ساكنين فيه إنهم باعوه وما يعرفوش إن سارت. لا قدرت أوصل لبنتي ولا قدرت أوصل لأم مكرم. حسيت إنني عايش في ضياع، تايه وحدي. صدقها يا حسان، أنا لما شفتك مرقومة واليوم توقعت إنك رجال مكسور بس، لكن أنا شايف إنه نحن نتقاسم نفس الوجع بس بشكل ثاني. عموما أنا اشتيك تعرف من اليوم ورايح إنه ما يمسك يمسني، وبنتك هي بنتي، وبنلاقيها يعني بنلاقيها. هدوء يا شباب.
أكيد أنتم عارفين نظام محاضراتي في الجامعة، ولازم أول محاضرة نتفق على نظام مسبق. أنت يا بنت، أنا؟ أيوة ها دكتور. أنت مطرودة من محاضراتي. ليش؟ بدون ليش، واعتبري نفسك راسب في مادتي. هذا ما بقول له ما يطمنش. هدوء. بس أنا ما سويتش حاجة يا دكتور. يلا برا، اخرجي. هدوء يا طلاب، اطلعي برا لا تضيع وقت الطلاب. لحظة يا دكتور، قبل ما تطردها من المحاضرة ممكن تقول لنا ايش السبب؟ مالك دخل يا زلمة؟ كيف ماليش دخل؟ الظاهر ان المسألة شخصية وتصفية حسابات، مش أكاديمية خالص. احترم نفسك. أنا محترم لنفسي واحترم كل الذي يحترم الطلاب، بس إنسان يظلم الناس مستحيل إن احنا نحترمه. أنا دكتور يا محترم، مش طالب عندك. دكتوري على عيني وراسي، بس مش معناته إنك تطرد البنت من المحاضرة بدون أي سبب. التربية قبل التعليم، ولازم البنت تتعلم التربية قبل دخول الجامعة، ومشاكلها كثرت. أول مشاكل معك، وأنت عارف هذا الكلام. والله إذا بيني أنا وياها أي مشاكل فأنا شاحلها بنفسي، مش منتظر لا منك ولا من غيرك يحل مشاكلي. بس أنت أستاذ، المفروض تفصل بين الحياة الشخصية وبين الدراسة. اللي ما عجبه كلامي يتفضل برا. ولا يهمك، أنا أول واحد بخرج. يا الله بداعي الخير. السلام عليكم. أنت رجعت تدق مرة ثانية؟ عفوا منك يا أخي، بس إحنا جينا لك عشان تشلنا لعند هذا اللي رهنت عنده البصيرة، يمكن يوصلنا لأم أكرم. أنا شكلي ما بتخارج منكم ولا من أم أكرم هذه، خلوا لي حالي. معلش أنا داري والله إنه أزعجناك، ولكن الموضوع مهم. طيب ما اختلفناش، أنا ما قلت شيء، لكن البصيرة ما حقوش عند صاحب الدين. طيب كم الدين اللي عليك؟ يعني بتسددوا علي؟ لا تستعجش على رزقك، ولو شي بكم؟ ب4 مليون. ها كم؟ و700. يا ما قلتوا بتسددوا؟ أم الصبيان، 4 مليون؟ حنحسبك بتقول 30 50 150 إذا كثرت. هذا الديون اللي يعقل البصيرة بس، كيف لو عاد تدروا بالديون الباقي اللي علي بتدوخوا؟ لا عاد تحسب لنا ولا عاد تدوخ بنا، الله يعينك ويوفقك بس. أنا بدالك لا تحسبش، على 4 مليون دي كفاية. علشان كذا ليش أنا جالس بالبيت؟ ولا أنت كمان، واحد عليه 4 مليون بقى يخرج يشتغل على قليل بيسد دينه. خرجنا شقينا ورجعنا بديون أكثر. طيب اسمع، ايش رايك تشلنا لعند هذا الشخص اللي طرحت عنده البصيرة، واحنا يمكن نلقى حل. طيب بأي وقت نروح له؟ بوجهنا احنا. انتم شكلكم تشو تنكبوني نكبة العمر، خلوني ارجع ارقد لي خرج. يا أخي لا ننكبك ولا شيء، بس والله إنه الموضوع حساس وخطير. ها؟ خطير. انا مستعد يا اخي اشرح لك كل القصة، وبعدين انت وضميرك واخلاقك ورجولتك معانا. خير ان شاء الله، تفضلوا. الو، اهلا وسهلا، حياك يا صاحب البلاد. أستاذ جابر، معزتك عندي كبير. الله المستعان، الله المستعان، وانت برضو يعني من اعز الناس واعز الاصحاب. بس اليوم اتصلت لك احكمك على ابنك يزن. يزن؟ ليش ايش فعل؟ انت مش قلت لي ادب البنت اللي تدرس عندي في القاعة؟ ايوه. بس ابنك اعترض واحرجني قدام الطلاب.
يا زن عمل كذا وسبب لي مشاكل وخرج الطلاب من القاعة وعملوا لي فوضى، والآن أنا أحكمك في هذا الخصوص. يا زن يا دكتور عدو غاوي، وانت ولا يهمك الا ما يرضيك. والله لو احترامي لك ومعزتك عندي وقدرك لا كنت تصرفت معه تصرف آخر. وافي وكافي يا دكتور، ولا يهمك من العين هذه قبل هذه الا اربي لك الولد. يا الله خير خير، مع السلامة. مالك يا ابني؟ يا زن يا زن يا زن، الولد هذا شيء جنين بيمه، ولا يشبهني بشيء، ما يشبه الا امه. ايش سوى يا زن مالك؟ يمه هذا الولد كل ما عمل حاجه اشياء اكبر منه، وهو لا يعمل العكس كانه ولا يفهم. معلش يا ابني، جاهل والشي صبر، الصبر يا ابني الصبر. ايش من صبر يا امه؟ ما في الا انت اللي دلعتيه، كل ما اجي اتكلم واشد على الشيء يطلعوا رجال وانت تكسري كلامي. هذه جزائي يا ابني، بعد ما ربيت لك ابنك وعانيت وسهرت، يعني انا خربت تربيه ابنك؟ بيض الله وجهك يا ابني. لا يما انا في ذلك، انا مش قصدي والله. كيف ما انتش قاصد وانت تقول اني خربت تربيته؟ هون اللي ربيت وعانيت وسهرت بعد ما طلقت امه، وفي الاخير تقول لي هكذا؟ يما انا في ذلك، كلمه خرجت ساعه غضب. وبعدها لا تنسيش يعني احنا الان معنا خطوبه كوكب، ما بالله اضحكي يما، ممكن بعد خطوبه كوكب يعني زوجك. ايوه كذا اضحكينا في ذلك يما. وده ما بصبرني الا خطوبه كوكب، صابره عليك وعلى مرتك. ها نعيمه؟ ليش وين نعيمه ما تساعدكش؟ نعيمه؟ هذيك البومه مش نعيمه، البومه راح المحل ولا كانه معانا اي مناسبه ولا هام شيء. طيب وكوكب ليش ما تساعدك؟ كوكب قلت لها أنا بتوجك وأنا أصلحك وندي لك كل حاجة وخليك أميرة تشتي الكوافيرة. لا حول الله، هم كذا بنات هذه الأيام ما لهمش ممسك. لكن ولا يهمك يما، أنا بروح الآن الشركة وأنا راجع أدي لك كل الطلبات اللي ناقص لك. سهل تمام. كذا يما شي زواجة ولا لا ولا داعي. الله يحفظك يما. الله يفتح عليك، يسر أمرك إن شاء الله. شايف 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 شايف، قوم بكلمك. أنا بمصيبة كبيرة شايف، ما حتساعدنا إلا أنت. عايش بيه؟ أنت داري إنه عمي راقد بالمستشفى. طيب ليش ما تخليه يجي رقدانا عندنا وسع؟ الآن وقت مزاح، الآن وقت مزاح. أقول لك أنا بمصيبة كبيرة يا شايف. ايش من المصيبة؟ ما به عمي، ماله؟ عمي مات. الحمد لله، ما عاد عنه صار لي شيء. تتكلم من جدك؟ أنا مستغرب والله، أنا مصدوم في بك. قل لك كرام الميت دفنه والمستشفى يشتوا بياس، حق الرقود حق العلاج باقي لهم 800,000. رينتوا لهم الموتور وما كفاهمش، عادهم يشتوا بياس. تشتري صاد ولا ابن عمه؟ أمانك تخلي لهم جثة عمك بالزرادة هذه عندك وتصافوا. كرام الميت دفنه يا شايف، أنا راكن عليك، أنا داري بك صاحبي وتوقف جنبي مستيبناش. أصلا لو نخرج عمك عيدفناه. هذا كلامك الآن صح، أنا عارفك صاحب فزعات، عارفك إنك وقت الجد تفزع، صاحب مواقف. هذا مش كلامك يا شايف. تقوم الآن معي نروح على المستشفى نخرج جثة عمي ونقبره. أنا ما بخليش جثة عمي في المستشفى، أنا ضروري أقبره اليوم. هذا أنا أكلمك، قم معي. خارجنا أنت. على ظلم عيني بشر. قم هيا. طيب بشر. قوم. تمام بشر. قوم يا شايف. ولا يهمك. قوم هيا. طيب هيا.
شمس، خلاص بطلي زعل. المفروض تفرحي إنه ربي بعث لك واحد يدافع عليك قدام الكل. أنا مصدومة من اللي عملها الدكتور. ما بصرتش كيف بهذني قدام الطلاب. أنا ما سويت حاجة، والله إني ما سويت حاجة. أنا عارفة إنك ما سويتش حاجة، بس أنا متأكدة إنه مدفوع من حد. أنت عارفة إنه يزن والزملاء راحوا يرفعوا شكوى عند العمادة، يمكن يغيروا لنا الدكتور أو يوقفوا عند حده. صدق؟ والله أنت دارية، بس هذا الموقف اللي سواه يزن والله إنه أثبت لنا إنه رجال. لا تبالغيش، يزن ما وقفش معي أنا شخصيا، هو وقف مع الحق. خلينا الآن نقوم للحق محاضرة. يا الله كم جلسنا ندور عليك. انتوا قاعدوا تتصلوا بي وقاعد اجي لعندكم، رقمي مع صاحبكم. قدك عارف ان انا بعت حتى التليفون من بعد ما اشتريت منك البيت. ليش وانا بعت لكم برخص التراب؟ انا داري، لكن قدك عارف انه ما كان بوش معي غير 4 مليون هذيك الايام، ورجعت سلفت الباقي من الناس. ما حد قال لك ترمي نفسك في الدين هكذا؟ يا اخي اشتي قوي نفسي وعيالي مبهذلة الايجار والتعب حقه، ورجعت جلست دخلت البيت ما عرفش اخرج من باطل الدين. يعني شي ترجعوا له البيت او كيف؟ لا 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 لا، موضوعنا ثاني تماما. انا افهمك. تعرف واحدة اسمها ام مكرم، هي كانت زوجة دحام، تعرفها؟ ايوه معروفه معنا من البلاد. ايوه احنا سمعنا ان هي كانت مستاجره البيت هذا قبل ما تبيعه. ايوه كانوا مستاجرين في هذا البيت وجلسوا فيه بقى اكثر من 15 سنه، بعد ما توفى زوجها ما عاد قدرت تدفع الايجار، واخر ما سمعتوا ان هي شلت نفسها واولادها وسافروا البلاد. طيب احنا ايش نعرف فين البلاد هذه؟ دينا العنوان ولا اي شيء، لان الموضوع مهم جدا. انا اعدد لكم اسم البلاد واسم القريه واسم العزله، كل ما تحتاجوا. الله يبارك فيك. ويبارك فيكم ان شاء الله يا رب. يا وينو شيقي يا شاهد، انا مش هخرج الا بإذن عمي يا شاهد. هي معي كلوش. شيقي استني له. شايف واجد مالك خايف مالك؟ يا أخي مثل ما قلت لك لا تضيع وقتي ولا وقتك، أنا مانيش قادر أخرج الجثة إلا بفلوس. طيب ولا ما بش معه؟ تجلس الجثة في الثلاجة لما تدوا بقية الفلوس. طيب ندفع لكم سنة أمد ما تخرجوا جثة عمي يصير يقبلها ونسددكم بعد ما نكمل نقبلها. للأسف ما نقبلش لا سندات ولا شيء. طيب شلوني أنا الرهن في الثلاجة بدل عمي أمد ما يقبله وأوعدك إن أنا ما ألعبش في الثلاجة. يا أخي الله يحفظك يا شيخ قلبك، أنا أشتي فلوس أطرحها في الخزنة. يا غلط الله يا شايف، يا غلط الله. ما عابش قيمة للأوادم يا شايف، ما عابش قيمة للأوادم. أنا إيش عمي؟ يا أخي أنا مجرد موظف مانيش دخل بشيء. ما أنا يا أخي الله يحفظك يدخل عند المدير يمكن يعمل له حل. المدير مش موجود، سافر برا يحضر مؤتمر أصدقاء الإنسانية. أصدقاء الإنسانية مؤتمر، ما شاء الله عليه، يصير يحضر مؤتمر إنساني ويجي هنا يدبح من قفل رقبه. طيب يا أخي الله يحفظك، المدير متى بيرجع؟ يمكن أسبوع أسبوعين أو يمكن شهر، بس أنا أنصحكم لا تنتظروش، لأنه هذا القرار منه أصلا لا يمكن أنه يتغير. وأنا أنصح الدكتور إنه لا عاد يصيرش، أنا عند أصدقاء الإنسانية لأنه ما بيقضعش. هي بس اشتي انبهكم بشيء. هاي القثة كل ما جلست في الثلاجة أكثر كل ما زاد المبلغ عليكم أكثر. إن ليش عاد أنتوا عاد تعالجوا وقدوا في الثلاجة؟ لا بس هذا طبيعي، كل ما جلست في الثلاجة يوم كل ما زاد المبلغ عليكم. أنت متأكد إنه في الثلاجة ولا في الفندق؟ هذه التنبيهات الذي عندي. شايف استغفر وأنا أقول له حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله احنا خلصنا من الجرعة الثانية. الحمد لله. بس يا دكتورة أحس جسمي كله يوجعني وعيوني. هذا طبيعي من تأثير العلاج، معه شوي شوية وبيخف. والغثيان والدوخة هذا ليش؟ من تأثير العلاج شوية معك وبيخف، بس انك لازم تأكلي كويس. طيب ومتى موعد الجرعة الثالثة؟ بعد يومين إن شاء الله. إن شاء الله. يا دكتورة لو سمحتي صيحي لمحمود، أشعر بدوخة وغثيان، أشتي يروح أركض لي بيتي. أنت ارتاحي وافتهيني شوية، بينما أنا وصيته يروح يجيب الأدوية وبيرجع. طيب. يا شايف أمانة تسيبني يا شايف. ألش يا عمي يا شايف، ألش يا عمي اتصرف يا شايف اتصرف. اهدأ من عيني، أنا بين أدور حل بس خليني أركز.
هو ما بيش الا حل واحد. ايش الحل انه نسرق جثة عمك. سرق عمي؟ ما نسرق في عمك ما عاد بيش معي شيء، حتى النفس ما عاد بيش. طعمات عمي. انت بس قول لي حاجة واحدة، دور لي اين هو المفتاح حق الثلاجة ووين مكان الثلاجة. الحمد لله العنوان قدو معي. الآن لازم أسير لبيتي أجهز شنطتي وملابسي ونرجع على طول نسافر. طب وإذا شافوك مرة ثانية بالله؟ ما تخافش، أنا هذه المرة عامل حسابي. طب وأنت لازم تروح تجيب شنطتك من البيت، الملابس مليان. أيوة لازم، أنا لازم أوفي ملابسي، وبعدين احتمال نجلس في القرية ونطول، أحمل يعني احتياط. وهذا بيتي، أنا أروح وأرجع يعم أشتي ولا حد يمنعني. هذه معك حق، لكن اسمع، رجلي برجلك شوف. لا رجلي ولا رجلك، خلي رجلك معك واجلس هنا وكمل عملك وشوف امورك، انا شاسير اكمل اموري وارجع لك. يا حسان خلاص نحن اتفقنا بهذا الموضوع من قبل، امشي مع بعض. والله انك غاوي تعب ومشاكل قلبني الله لا يدري. بالراحه، انا معك يلا. الا وانا معك. لحظة لحقتك، الحمد لله لحقتك. يا اخي لو سمحت قصة عمي داخل، خلينا شلي واروح اقبره، الله يجزيك خير. انا عاد كيف هنا عاسير؟ عمي مين داخل؟ ممنوع دخول ثلاجة الموتى. ليش ممنوع ليش؟ قلت لك ممنوع، لا تتعبني ولا تتعب نفسك. تعليمات المستشفى واضحة، وثلاجة الموتى ما حد يدخلها الا بتصريح رسمي، وبعدها كيف تشتي تدخل ثلاجة الموتى وانت ما اديتها ليش تصريح الخروج من الإدارة؟ هذا التصريح اللي شغلت فيه بو، يا اخي التصريح حق الإدارة هذا يشو مني بياس، وانا معيش بياس، لو سمحت انا شو عمي لو سمحت، يا اخي اعمل انت معروف واحد بحياتك عيب. قلت لك رح لك من عندي احسن. عمك الله يرحمه، بس النظام وانا والله ما اقدر افعل لك اي حاجه. يا اخي نشي قصة عمي عيب، لو سمحت قصة عمي عندكم شو رحمتم بالناس. ونعمل لك ما لكم بالصالحوا، ما لكم صلوا على النبي، صوتوا اصواتكم عاد قيموا الموتى. شبك الله عليه يا اخي، يشتي يدخل ثلاجة الموتى وما ادى ليش تصريح الخروج من الاداره، كيف افعل بهذا؟ كيف افعل به؟ وانت مالك ما تدي الصلاه ندري التصريح. يا اخي ذوم شو تصريح من الاداره وشونا ادفع صلاه وانا معي صلاه، من هنا اروح اجيب لهم من هنا؟ يعني ما بيش معك فلوس؟ ما بوش امانه معي فيها صلاه. اعمل لك انا ما افعل لك. خلاص تي انا اديت لك انا الفلوس. نسيت. هدف عليه التخفيض 30%. طيب يوه يا خلاص، قلت ليش مليون مرة، هؤلاء تخليهم لوحدهم والقماش تخليهم لوحدهم، صح ولا لا؟ طيب الآن بتشوفي ستاند ونقول لي القماش لا هناك. لحظة، وهذا نفعل عليه التخفيض. كم نفعل عليه التخفيض؟ ايش رايك كم؟ 50%. 30%. يلا تمام يلا تمام بعدك. الله يهديك. خالة نعيمة. ايوه السلام عليكم. يا حي، ايش جابكم؟ اصلا احنا جينا عندك في زياره خاصه جدا، ويا منعاه انتبه حتى جدتي مزرة تعرف. انتوا ليش اجتمعتوا الاثنين؟ اكيد وراكم موضوع كبير، ايش فيه؟ جبريها. انت عارفه يا نعيمه ان امي راحت تشتري فساتين الخطوبه هي؟ وكيفين؟ من اللي كانوا يلبسوهن بايام جدتي. طبيعي جدا يا حبيبي، دام وهذا ذوقها الذي بتلبسيه كيف بيكون الفستان؟ انما لكم بتستخفوا بقدرة جدتي مزرة. انت اسكت. تمام. طالعه كلمه مسرة من لكفك زي العسل، ولو ما بين اطيقهاش، اصلا تربيتي. انا في ذلك يا خالة نعيمة. وانت عارفه كمان اني قالت هتصلحني هي بدل الكوافيره، واني هربت لعندك. طبيعي جدا، ولانش ما تستغني عن ذوقي جيتي لعندي. اكيد. بس بشري ولا تهمي. نعيمه، عادك عند وعدك بتجيبي لي الفستان اللي قلتي لي الخطوبه؟ افكر. بس بشري ولا يهمش عيوني. بس اسمعي، امي انتبهي، تدري قدك عارفه ايش حيحصل. ولا يهمش، وعد انا عند وعدي. اخلاص. ايوه خذي المقاسات لها، سيري لعند اخلاص. تعال اوريك المحل، تعال شوف. يلا بسم الله شرق علينا. انا اشوف انه خليها لبكره الصبح. ليش؟
انت عارف انه القرية بعيدة ولازم نعدي على مفرق المدينة، وانا بصراحة مسخش على الوحش حقي، لازم اروح الورشة اتفاقده، صح ولا لا؟ يلا خلاص ما فرقتش لا بكره. يلا مشان الورشة. يلا بسم الله. سق الشنطة. ضروري نرد على غازي يا ابني، ضروري نرد على غازي. جنني في حالي اتصل بعد اتصال خلاص جنني. بيقول اذا ما احناش قدها وقدود وما عنقدرش نمرر حقها الشحنه نعتذر وعيشوف غيرنا. لا 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 لا، شوف بدلنا، هذه صفقة مهمة بالذات اللي احنا قطعنا نص الشوط. طيب ايش اقول له؟ ايش ارد عليه؟ شوفوا له اي عذر يا مياس، ما بتغلبش. انت شايف كيف محلقة فوق راسي من كل جهة، من جهة حسان، من جهة يزن، ومن جهة خطوبة كوكب. شوف اي عذر يا مياس. الو ها، ايش عملتم؟ سمعناهم يقولون انهم بكره يسافروا قرية. ايش من قرية؟ نسيت ما سالتهمش. ما ينفعش نسالهم، المهمة سرية، معلش يا مدير. بس قالوا قرية بعيدة وش يجزعوا من مفرق المدينة. طيب ما سمعتش ايش قالوا بيروحوا يسووا في القرية هذه؟ لا والله، بس الوضع تحت السيطرة. خلاص تمام، خلي عيونكم عليهم، واي حاجة تحصل تبلغوني اول باول. تمام يا مدير. وكمش نسينا كراتين حق البيض نكون نرقدنا في دالك. غلق لوجهي، شكله خبر ما عجبوش. ايش وقت كراتين داخل بين كراتين؟ احنا في مهمة. شي كراتين حق بايض. امشي.